اهلا بكم مع مستر هشام. ان شاء الله هنتكلم عن الصف الاول اعدادي من الوحده الاولى للاخيره، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وباذن الله يتم المشاركه عليه مع بعض. مستر هشام يونت 1 اول وحده عنوانها all about me. all about me يعني كل شيء عني. يعني ايه كل شيء عني؟ بيتكلم عن المواد الدراسيه، يعني انجلش، عربيك، ساينس، ماث، ريليجن، فرنش، كل المواد. تاني حاجه بيتكلم على ايه؟ على الانسان، المضارع البسيط، وطبعا تم شرح المضارع البسيط في الفيديوهات اللي قبل كده. المضارع البسيط تصريف اول للفعل، بنضيف الفعل اس او اي اس او اي اس، والمضارع البسيط بيعبر عن عاده او حقيقه او روتين يومي. النهارده ان شاء الله هشرح الموضوع طبعا الوحده الاولى all about me مع اهم الكلمات والجرامر. all about me يعني كل شيء عني. Arabic لغه عربيه، طبعا كاتب كله بالانجليزي عشان احنا في اولى اعدادي وثانيه وثالثه المفروض نتكلم انجليزي اكتر بكتير من عربي، فارابيك لغه عربيه. Arabic. جيوغرافي جغرافيا. هيستوري تاريخ. ساينس العلوم. ماث الرياضيات. كمبيوتر ستاديز دراسة الكمبيوتر. ارت الرسم او التربية الفنية. ارت. ميوزك الموسيقى. انجلش لغة انجليزية. سوشيال ستاديز طبعا السي اي ال سوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعيه. بلوج يعني مدونه، حاجه بكتبها على الكمبيوتر. لما اقول بلوج بوست يعني بدون منشور، بعمل بوست على الكمبيوتر. بلوج بوست. ابارتمنت يعني شقه كبيره زي النظام الامريكاني. سيرف ذا انترنت يعني التصفح عن طريق النت. كومنت تعليق. بينتنج الرسم بالزيت يعني او الالوان. فري تايم وقت الفراغ. ابلكيشن فورم املأ الاستمارة. كاراتيه يعني لعبة الكاراتيه. فيليج قرية. بكده خدنا أهم الكلمات في الوحدة الأولى للصف الأول إعدادي. بعد كده بنتكلم عن المضارع البسيط. المضارع البسيط ده حاجة بتحصل على طول. لما أقول I usually go to school every day، مع الآي والوي والزي واليو ما بضيفش للفعل أي إضافات. لكن قلت هشام أو محمد أو إيمان مفرد أهو، يبقى محمد goes to school every day. يعني على المفرد بضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. مع الجمع ما بضيفش اي اضافات. في المضارع البسيط قلنا بنسال بدو وداز، دو مع الجمع وداز مع المفرد. في الوحده دي بقى بيتكلم على ظروف التكرار، يعني always او always دائما، often غالبا، frequently تكرارا، occasionally من حين لاخر، never ابدا. فبيتكلم على الظروف. مثال تم شرح قلنا المضارع البسيط always دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes احيانا، occasionally من حين لاخر، never ابدا. مثال she always studies hard for her exams. يبقى جبنا always او always وقلنا studies، قلنا بنضيف الفعل IES مع المفرد عندما تكون عادة، لكن مع الجمع ما بضيفش. We usually play football on Friday. لما قلت we ما ضفتش للفعل أي إضافات، يعني مع الجمع بضيفش للفعل أي إضافات، لكن مع المفرد بضيف للفعل اس أو ES أو IES. بعد ما تم شرح المضارع البسيط باختصار عشان تم شرحه قبل كده، بيتكلم على أداة الاستفهام. how often كم مرة. اما اقول له how often do you go to school، كم مرة بتروح المدرسة، يقول لك 5 times 5 مرات. how often
مثلا does he go to the club؟ كم مرة هو بيروح النادي؟ مثلا twice أو twice مرتين أو once. how often do you go to the cinema؟ كم مرة بتروح السينما؟ once a year مرة في السنة. يبقى how often كم مرة. عندك how many كم العدد، how much كم الكمية. how many بيأتي بعدها اسم جمع يعد. how many boys، how many girls، how many pens، how many chairs، how many tables. يبقى اسم جمع يعد. لكن how much معناها كم الثمن أو كم الكمية. والوقت مع أهم الأشياء فيهم. طبعا في الوقت دي بنقول what is your first name؟ ما هو الاسم الأول لك. what is your last name؟ ما هو اسم العائلة. يبقى first name الاسم الأول، last name اسم العائلة. لكن لما أقول surname اسم الشهرة. والآن مع أهم الأشياء وأهم الاستفهام في الوحدة الأولى. لما أقول how often كم مرة. how often do you go to school؟ كم مرة بتروح المدرسة؟ 5 times. 5 times 5 مرات. what is your first name؟ what is your first name؟ قلنا طبعا ما الاسم الأول لك اليور تحول لماي، يبقى my first name is رقية. my first name is هشام. بعد كده what is your surname؟ ما هو اسم الشهرة. قلنا اليور بتحول لماي، يبقى my surname is هشام. اسم الشهرة هشام. لما أقول how do you spell that؟ كيف تتهجى اسمك؟ طبعا HISHAM. وفي أسئلة كتير جدا. لما أقول what is your address؟ ما هو عنوانك؟ أنت ساكن فين؟ what is your date of birth؟ ما هو تاريخ ميلادك؟ بقول اليوم والشهر والسنة. what is your telephone number؟ ما هو رقم تليفونك؟ يبقى الآن بسرعة كده كل شيء all about me، كل شيء عني. السبجكتس للمواد الدراسية. بعد كده اتكلمت عن المضارع البسيط. بعد كده what is your first name، what is your last name، what is your address، what is your date of birth، what is your telephone number، ما هو رقم تليفونك. بعد كده قلنا ده الظروف اللي بتستخدم always، often، usually، ever، never، occasionally. وبكده تم انتهاء من الوحدة الأولى، وإن شاء الله تكون عجبتكم ويتم المشاركة عليها مع مستر هشام. See you soon the next time. Goodbye.